عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي، اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة مزيانه. اليوم غادي نوجد معكم طويجين ديال الكفته ديال السردين ببطاطا، سهل وسريع وفي الاهم انه بنين. نبداو على بركه الله. هنا كيف ما كتشوفوا عندي السردين، الكميه اللي بغيتو، شويه ديال الملحه، الكمون، قزبر، ثومه، حامض، الزيت، سكينجبير. هنا كيف كتشوفوا كندير لي قامه هنا وهنا. درت الكمون فيهم بزوج، غندير البزار فيهم بزوج نيت، المليحه بزوج، خرقوم، سكينجبير، تحميره، غندير سميتو الربيع، وغادي نزيد الحامض. ساهلين وسراعين، والاهم انه كيجي بنين، والله حتى بنين. تبعوا معايا المقادير وجربوه، راه سهل كي قلت لكم وسريع، يعني ما فيش زعما ما غاديش تعذبوا فيه، من غير انه التنقيه ديال الحوت اللي ما كيحملش التنقيه ديال الحوت هادو غادي يعذرنا عليها. المهم طويجين راه خفه نزربن كيف كتشوفوا. من بعد ما تنقى الحوت وتغسل وتسقطر وتطحن هكا، غير ماشي بالحق بالهشوار اولا ديك الطحانه ديال المطيشه، غير بالطحانه العاديه. المهم هنا ضفنا جميع المكونات، جميع المقادير اللي قلت لكم، ونزلنا واحد العصيره ديال الحامض هنا وهنا. في الاخير غادي نزيد واحد الطريف ديال الحامض في لاصوص باش يطيب، هو هذاك راكم كتشوفوا فيه الربيع. كيف كتشوفوا المقادير اللي درتهم في الحوت غنديرهم في الطاجين في لاصوص ديال المطيشه. غادي تحتاجوا نتوما على حسب الكميه اللي عندكم، 4 المطيشات كبار، 5، المهم نتوما شحال باغيين ديروا. صافي هكا من بعد ما خلطنا الحوت كيف كتشوفوا هنا درنا الطويجين يطيب فوق البوطه، وكورنا الحوت. هانتوما كتشوفوا هكا درناه كويرات، وهنا قطعت بطاطا دوائر، هذا هو الشكل ديالها، وواحد المزيوه ديال الفلفله ضيفه الحلقه، هذه هي المهمه. هنا من بعد ما تبخ لاصوص غادي ندير واحد شويه ديال البطاطا هكا في الكاع ديال الطاجين كطبقه اولى. غادي نضيف من فوقها الحوت، وغادي نضيف بطاطا من الفوق. بغيتو تكتفيو غير به بحال هكا بطاطا وزيدوا الكويرات ديال الحوت، نتوما لكم الاختيار. صافي كتسدوا عليه يطيب على نار مهيله حتى يطبخ ويشرب المريقه ديالو، وتقدموه بالصحه والراحه. جربوها، راها نتيجه غزاله. هانتوما كتشوفوا هو كيطبخ، ساهله وسريعه وكتهني. هنا من بعد ما ضفنا الطبقه الثانيه ديال البطاطا، ما بغيتوش تستغناو عليها من الفوق، استغناو عادي، ما كاين حتى مشكل. هذا هو الطاجين ديالي، خفيف ظريف. نتمنى الوصفات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه.